بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. فيديو مهم جدا طلاب الصف الخامس ابتدائي والصف السادس ابتدائي. يعني فيديو قصير كده بيتكلم عن صور الفاعل. معظم الطلبة فاكرة إن الفاعل ده ليه صورة واحدة بس وهو بيكون اسم ظاهر. طبعا ده خطأ، لازم نعرف الطلاب إن عندنا الفاعل ده ليه 3 صور. ليه كام صورة؟ ليه 3 صور. الصورة الأولى إن هو ساعات بيكون اسم ظاهر وساعات بيكون ضمير متصل وساعات بيجي ضمير مستتر. صور الفاعل يعني الفاعل او انواع الفاعل او شكل الفاعل بيكون عامل ازاي. اولا بيكون اسم ظاهر، يعني اسم له صوره مقروءه بالجمله، يعني هو ظاهر قدامي الاسم. يعني زي مثلا بقول لك شرح المعلم الدرس، هنا شرح فعل ماضي مبني على الفتح. مين اللي شرح الدرس؟ المعلم، فهنا المعلم اعرابه هيكون فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه. ايه بقى نوع الفاعل هنا؟ ان هو جاء ايه؟ جاء اسم ظاهر. مين اللي شرح الدرس؟ المعلم، فهو ظاهر قدامي ومعروف مين اللي شرح الدرس. ماذا شرح المعلم الدرس؟ هنا مفعول به منصوب بالفتح. تمام. مثال تاني بنقول لك مثلا ذاكر الدرس محمد. ذاكر فعل ماضي مبني على الفتح. مين اللي ذاكر الدرس؟ محمد، فهنا الفاعل عندي برضو اسم ظاهر. محمد فاعل مرفوع من رفعه الضمه. محمد هنا الفاعل هنا. تمام. طبعا نوعه اسم ظاهر. تمام. النوع الثاني او الشكل الثاني من صور الفاعل بيكون ضمير متصل. يعني ضمير متصل يعني ضمير بيتصل بالفعل. تمام. يعني مثلا احنا جمعناهم في كلمه توانينا، هم 6 ضمائر. تمام. فانت لازم تبقى عارفهم كويس. جمعناهم كلهم في كلمه توانينا او ناويتنا، اللي هي دول، هم دول اللي هي نا الفاعلين وواو الجماعه وياء المخاطبه وتاء الفاعل والف الاثنين ونون النسوه. يعني مثلا لما انا اقول لك مثلا شرحت الدرس، فهنا شرح فعل ماضي، شرح فعل ماضي، وهنا التاء تاء الفاعل. يعني بدل، يعني مين اللي شرح الدرس؟ انا اللي شرحت الدرس. فبدل كلمه انا عوضت عنها بمين؟ بتاء الفاعل. بالتالي هنقول عليها ايه؟ ضمير مبني في محل رفع فاعل. ماذا شرحت الدرس؟ هنا تعرب مفعول به. نفس الكلام لما بقول لك الطالبان، هنا مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف، ماليش دعوه بيها خالص. الطالبان مالهم؟ كتب الواجبه. الواجبه هنا اعرابها مفعول به. تمام. كتب فعل ماضي. ككتب، وهنا الالف اسمها الف ايه؟ الف الاثنين، ضمير مبني في محل رفع، ضمير مبني في محل رفع فاعل. تمام. النوع الثالث او الشكل الثالث بيكون ضمير مستتر. يعني ايه ضمير مستتر؟ يعني الفاعل مش ظاهر معايا في الجمله، انا مش شايفه بعيني، لكن انا بقدره تقديريا. بعرفه ازاي؟ بقدره تقديريا وبيكون بعد الفعل. تمام. يعني مثلا لما اقول لك المعلم شرح الدرس، هنا المعلم مبتدا مرفوع بالضمه، طبعا ماليش دعوه بيها خالص. خلينا في الفعل. فين الفعل؟ شرح. شرح فعل ماضي مبني على الفتح. مين اللي شرح الدرس؟ ما حدش يقول لي الدرس ده هنا فاعل. تمام. الدرس هنا مش فاعل، الدرس هنا اعرابه ايه؟ مفعول به. مين اللي شرح الدرس ده؟ شرح الدرس هو المعلم، يعني عائد على مين؟ عائد على المعلم. يبقى الفاعل ضمير مستتر بيجي بعد الفعل تقديره هو. يعني زي مثلا لما انا اقول لك مثلا اقول لك ايه؟ اشرب الماء. هنا الفعل اشربه فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضم، والماء ما تقولش ليه فاعل، عشان في بعض الطلبه بتغلط وتقول الماء هنا هتعرف فاعل. لا، هنا اشربه. مين اللي بيشرب الماء ده؟ اشربه انا. يبقى الفاعل ضمير مستتر يجي بعد الفعل تقديره انا، موجود هنا اهو. تمام. ماذا اشرب انا؟ الماء. هتعرب مفعول به. هتعرب ايه؟ مفعول به منصوب بالفتح. زي مثلا مثال تاني لما اقول لك ايه؟ نحب مصر مخلصين. نحب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. مصر ما حدش يقول لي فاعل. مين اللي بيحب مصر ده؟ مين؟ نحن. يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، احنا اللي بنحب مصر. ومصر هنا تعرب ايه؟ تعرب مفعول به منصوب. تمام. يبقى صور الفعل عندي 3 انواع او 3 اشكال بيجي عليهم، اما بيكون اسم ظاهر، اما بيكون ضمير متصل، اما بيكون ضمير مستتر. اسم ظاهر يعني ظاهر قدامي في الجمله، ضمير متصل يعني بيتصل بالفعل ظاهر برضو قدامي، اما ضمير مستتر ده انا بقدره تقديريا وبيكون بعد الفعل. نيجي بعد كده ناخد بعض الامثله. يعني هنا بيقول لك مثلا غنى التلاميذ النشيد الوطني. غنى هنا فعل ماضي مبني على الفتح. عايز الفاعل. مين اللي غنى؟ التلاميذ. يبقى الفاعل هنا التلاميذ. نوع الفاعل هنا هل هو اسم ظاهر ولا ضمير مستتر ولا ضمير متصل؟ هنا الفاعل هنا قاعد قدامي ظاهر قدامه اهو، يبقى نوعه اسم ظاهر. اسم ظاهر. اعرابه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمه لانه جمع تكسير. استراح المسافرون. استراح فعل ماضي. مين اللي استراح؟ المسافرون. برضو الفاعل هنا نوعه، هنا الفاعل المسافرون.
نوعه اسم ظاهر وإعرابه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. نيجي بعد كده هنغير نوعية الأسئلة. لما يقول لك مثلا كتبت الدرس، فهنا كتب فعل ماضي، تمام، والتاء كتبت أنا اللي كتبته، بدل أنا حطينا مين؟ حطينا هنا إيه؟ تاء الفاعل، أنا اللي كتبته، بقينا التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ماذا كتبت أنت؟ الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. يبقى الفاعل تاء الفاعل ونوعه ضمير متصل بالفعل، ضمير مبني في محل رفع ايه؟ فاعل. ده الاعراب بتاعه. نفس الكلام هنا برضه بيقول لك ايه؟ كتب الدرس، فهنا برضه كتب فعل ماضي، كتب الدرس هنا مفعول به. طب والالف دي اسمها الف ايه؟ اسمها الف الاثنين. كتب ضمير مبني في محل رفع فاعل، يبقى نوع الفاعل هنا ايه؟ ضمير برضه متصل. كتبوا الدرس، كتب فعل ماضي مبني على الضم، تمام، اتصال بواو الجماعه، وهنا الواو الجماعه دي بنعربها ايه؟ بنعربها فاعل ضمير متصل، ضمير مبني في محل رفع ايه؟ في محل رفع فاعل. ونوع الفاعل هنا هيكون ايه؟ برضه ضمير متصل، والدرس زي ما هي مفعول به. نيجي بعد كده نغير نوع الاسئله. بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك اكتبوا الدرس، اكتبوا ده فعل مضارع مرفوع بالضمه. مين اللي بيكتب الدرس ده؟ انا، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره انا. يعني مستتر يعني مش قاعد او مش موجود في الجمله، فانا بقدره تقديريا، تمام. هنا الفاعل ضمير مستتر، اعرابه ضمير مستتر مبني في محل رفع ايه؟ فاعل. نكتبوا الدرس، هنا نكتبه فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه، الدرس مفعول به. فين الفاعل؟ الفاعل هنا مش ظاهر في الجمله، مش موجود، ضمير مستتر، هنقدره تقديرين. نكتبه، مين اللي بيكتب ده؟ نحن، الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، ضمير مستتر مبني في محل رفع فاعل. ده الاعراب بتاعه. نيجي مثلا نغير نوعيه الاسئله. هنا بيقول لك مثلا استخرج الفاعل وبين نوعه واعربه كالمثال. القراءة من أفضل الهوايات، فهي باب المعرفة التي تضل منها ألوان المعارف كلها ونرى المستقبل المشرق من خلالها. هنا بيقول لك ايه؟ الجمله الفعليه، يعني طبعا الجمله الفعليه تبدا بفعل. مثلا هنا تطل منها الوان المعارف كلها. تطل هنا مين اللي بتطل؟ تطل مين؟ الوان، منها الوان المعارف. مين بتطل؟ الوانه. الوان هنا ايه؟ فاعل. يبقى الفاعل هنا هل هو ضمير مستتر ام ضمير متصل ولا اسم ظاهر؟ طبعا هنا الفاعل اسم ظاهر، يبقى الفاعل الوان ونوعه اسم ظاهر، فاعل مرفوع وعلامه رفعه مين؟ الضمه. عندي برضه جمله فعليه ثاني، نرى المستقبل المشرق. نرى، مين اللي بيرى ده؟ نحن، الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، اعرابه ضمير مبني في محل رفع فاعل، تمام. نيجي الايمان بالقضاء والقدر واجب يجعل المرء سعيدا في الحياه، ويحس الانسان حلاوه الايمان في قلبه فيخرج من الدنيا وقد فاز بالاخره. الجمله الفعليه اللي عندنا مثلا هنطلعها مع بعض. طبعا الايمان بالقضاء والقدر دي طبعا دي جمله اسميه ماليش دعوه بيها خالص، تمام. يجعل المرء سعيدا في الحياه، يجعل المرء، هنا يجعل المرء دي جمله فعليه، يجعله فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه. مين اللي بيجعل المرء سعيدا ده؟ يجعله هو الايمان، عائد على الايمان، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ماذا يجعل هو؟ المرأة مفعول به أول منصوب بالفتحة، سعيدا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة، تمام. ويحس الإنسان حلاوة الإيمان، يحس الإنسان فاعل مضارع برضه دي جملة فعلية، فاعل مضارع مرفوع بالضمة. مين اللي بيحسه؟ يحس الإنسان، ده هيتوجه هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. فيخرج من الدنيا وقد فاز بالآخرة، يخرج من الدنيا برضه جملة فعلية، يخرج فعل مضارع مرفوع بالضمة. مين اللي بيخرج؟ يخرج هو.